ممكن تكون دي أكتر أعمال تسقيف كسولة وبطيئة ممكن تتخيلها، وفي نفس الوقت قدرنا نحقق نتيجة ممتازة. وكمان استخدمنا الفوم العازل المبثوق، هو ساعدنا كتير ووفر علينا مجهود ووقت. حتى أمهر عمال الأسطح مش هيلاقوا غلطة في جودة الشغل. أنا عايز أحكي لكم إزاي حلنا شغل الأسطح الصعب لسلسلة خطوات بسيطة يقدر أغلبنا ينفذها. الهواة اللي بيحبوا يشتغلوا في البيت على راحتهم ومن غير استعجال. الشغل ده المحترفين بياخدوا عليه فلوس كتير، لكن الفلوس اللي هتوفرها تعتبر فلوس كسبتها. الشغل كان فيه أكتر صيف ممطر، لكن قدرنا نحافظ على كل المساحة تحت السقف ناشفة، وكمان شكله ما بوظناش سمعتنا في نفس الوقت. في الفيديو في تكنولوجيا وعزل حراري وكمان أكتر من $1000 اتوفروا. كل حاجة زي ما بيحبوا المشاهدين الطيبين لقناة أغاني يا شاكوسياك، عشان كده هنتكلم عن كل حاجة بالترتيب. أهلا بيكم جميعا. سقف أندولين خدم لمدة 18 سنة وبقى محتاج يتغير. تحت السقف ده فيه المخزن والساونا والمظلة. في المخزن مركبي اللي عملته من الفايبر جلاس وحاجات مهمة في البيت، وفي كمان حاجات مش محتاجينها زي أغلب الناس بالظبط. أول يوم قضيته في التحضير وتقييم الشغل اللي قدامي. قصيت شوية ألواح مفكوكة ل3 أجزاء وحطيتهم تحت الصف اللي بعده. كده المطر المفاجئ على الأقل مش هيبلل المكان من جوه. الكراكيب اللي متخزنة بره تحت السقف الواسع المفتوح لو اتبلت مش مشكلة كبيرة، خصوصا في الصيف هتنشف. تاني يوم ركبنا أول صف من ألواح OSB بأكبر قدر من الاستقامة. الألواح كانت ناعمة، الألواح كانت بتنزلق وتقع عند الجيران، فركبت مؤقت خشب عند الكورنيش. ركبت تاني قطع أندولين، ودلوقتي حتى لو نزل مطر مش هيبلل الحاجات اللي تحت البروز، لأن ألواح OSB مقاومة للمية. بعد كده قررت أركز شوية على أمان الشغل اللي جاي. بفضل إن كان في حاجات زي دي متخزنة في المخزن، الموضوع ما كانش صعب. الحاجات دي كنت جبتها زمان من مصنع أساس. دي أجزاء من كنبات مبتكرة كانت سابقة عصرها، بثبت آخر لوح في الصف بالمسامير اللي اضطريت أقصره. ركبت على أجزاء الكنبات المبتكرة دي خشب ومقاطع معدنية. الحاجات القيمة دي كانت متخزنة ورا المخزن، فرحت إني وأنا بعمل الصور كل الحاجات التانية لسه في أمان. حاسس إن الموظفين السابقين في قسم مكافحة سرقة الممتلكات الاشتراكية بقوا متوترين. أجزاء الكنب اتشالت بشكل رسمي من مصنع الأثاث اللي وقف، عشان منتجاته كانت متقدمة عن وقتها بكتير، بس اليقظة هي سلاحنا. بعد كده بدأت أعزز بروز الكورنيش، وعشان كده بحط شرائح الكورنيش واقفة على طرف لوح الأورينتد ستراند بورد. في الأول ثبت كل شريحة بمسمارين، وبعد كده اتأكدت إن كل حاجة متساوية ومظبوطة. بعد كده وضميري مرتاح بدأت أدق المسامير بمسافة 12-15 سنتيمتر بين كل واحد والتاني. قبل كده كنت بثبت الشريحة بمسمار كبير شكلها كان جميل فعلا. حسب العلم الحديث بتاع الأسطح لازم يتعمل طبقة عازلة على كل مساحة السطح بغض النظر عن زاوية ميله. بما إن ميل سطح السقف عندنا صغير حوالي 20 درجة، فقررنا في البداية نستخدم طبقة عازلة بوليمرية ذاتية اللصق تكنونيكول أندرواب نكست سيلت. فردناه وقطعناه، سبناه شوية ولزقناه. هنا البداية. فردنا حواليه 1.4 متر وبدأ يبعد عن الخط. حاولنا نفكه ونلزقه تاني، بس كان خلاص فات الأوان. اضطرينا نقطع المشمع. عملنا تداخل 15 سنتيمتر وكملنا، وبدأ يبعد مرة يمين ومرة شمال. قطعناه تاني وعملنا تداخل تاني وكملنا لحد الآخر، بس عشان التداخل أخذ من الخامة طبعا الطول ما كفاش، واضطرينا نزود حتة كمان. في الآخر دي أول تجربة، مش فاشلة تماما بس نص نص تمشي. بسبب توتر العملية في حاجات معينة ما تصورتش، خصوصا اللعب بالكلام اللي صعب يترجم للغات تانية. يوم جديد وهنبدأ نفك الصف اللي بعده من مواد السقف اللي خلص عمرها. بيبان تحت السقف، ودي أكتر حاجة مش عايزينها تتبل. حممنا ونفس المخزن القديم. وقت ما كنا بنبني الفلوس كانت بتخلص، وكان الهدف الأساسي إننا نخلص ونستخدم المكان. عشان كده عملنا حل وسط
واستخدمنا مواد سقف رخيصة. المواد دي اتغيرت بعد 18 سنة، والجانب الجنوبي للسقف واضح عليه أكتر. الشبكة الخشبية للسقف كانت معمولة بمسافة 30 سنتيمتر أو حوالي قدم واحدة بين كل قطعة والتانية. الوصلة الأفقية في الصف الجديد من ألواح أورينتد ستراند بورد جات بين الألواح الخشبية. ما كانش فيه ألواح خشب زي دي أقدر أضيفها في البيت، علشان كده بزحزح صف من الهيكل الخشبي. إحنا بنستخدم ألواح أورينتد ستراند بورد سمك 12 ملي مش 9. المسافة بين الهيكل الخشبي للألواح دي ممكن توصل ل 60 سنتي أو 2 قدم. بنركب الصف اللي بعده من الألواح بباقي الصف اللي قبله عشان نحقق التداخل في الوصلات. لبداية الصف الثالث بنستخدم الجزء المتبقي من الصف الثاني، وبما إن دي أكسل وأبسط طريقة لتعديل السقف، فإحنا بنزق الصف الثالث من الألواح تحت الصف الثالث. أندولينا بنركب دعامات مؤقتة عشان نمنع الألواح من الانزلاق. بنسيب حوالي 5 ميلي بين الألواح عشان توسع ألواح أورينتد ستراند بورد مع الحرارة. أنا عملت قناة جديدة لأغاني ياشا كوسياك على يوتيوب، تعالوا شوفوها، هكون مبسوط بيكم. هسيب الرابط تحت الفيديو. لا التوقعات ولا أي علامة قالت فيه مطر. حتى لو نزل مطر فجأة المفروض ما يحصلش طوفان كبير عشان الفتحات بين البلاطات. دي كانت المرة الوحيدة اللي المطر قدر يبلل حاجتنا. يوم الشغل الكسول انتهى بليل، كنا عايزين نقضيه بعيد عن سطح ساموريزوف. تعبنا كفاية يا هاري. يوم جديد ولحسن الحظ الجو صافي. عمري ما فاكر صيف ممطر زي ده، وفقط في أغسطس الجو بدأ يبقى إلى حد كبير متوقع، وده اللي استغليناه بقطع من نفس السجادة اللاصقة اللي بنستخدمها، وبقسم القماشة اللي طولها 1.2 متر بالعرض. بفرد الشريط بالظبط على طول الجزء البارز من السقف، وبشيل جزء صغير من الغلاف اللي على الجهة اللاصقة، وبلزقها بتداخل 10 سنتيمتر على شريط الكورنيش. بفك الباقي، والباقي كله مسألة شغل يدوي، واللي على الشريط الأضيق مش عيب أوريها لمتابعين قناة أغاني ياشا كوسياك. قصيت القماش لحد الحافة ولسه مش قادر ألزقه، فبخبيه تحت الأندولين. بعد كده استخدمت السجادة التحتية Under Wrap Next Fix وعرضها 110 سمة. المرة دي بقيس الطول المطلوب وبقصه على الأرض مش السطح. أول قطعة اتلزقت بقوة ومتحركتش، مع ذلك الطريقة بتتطلب تثبيت إضافي بمسامير التسقيف على الحافة العلوية برسم خط تاني كعلامة أشتغل عليها، بما إن في شبكة تعليم مرسومة على الجهة الخارجية من طبقة العزل، ودي ممكن تسرع تركيب شرائح القرميد المرن بعدين بشكل كبير. فأنا لسه عندي أمل، المرة دي هفرد المشمع أحسن. من الجهة الداخلية الخليط البيتوميني البوليمري متغطي بفيلم معدني، وده كوفر أندر راب نيكست فيكس. المادة دي بتتثبت ميكانيكي، وبفردها وبدقها في الأماكن المحددة على العلامات. بفضل الطبقة المعدنية أكيد هنقدر نعزل الإشعاع الضار ونتخبى من تصنيع أجهزة المخابرات، طبعا المخابرات العدوانية. وكمان هتقدر تهمس مش بس في المطبخ، لكن كمان في الحمام وحتى في المخزن. بعد ما اتأكدت إن الموكيت المرة دي اتفرش مضبوط على الخط، بدأت أدق عليه مسامير السقف في باقي الأماكن اللي محددها على العلامات. التداخل مع الصف اللي قبله 10 سنتيمتر، وهنا بس مش محتاجين مسامير، هنا بيحصل لصق أنيق للأقمشة وضغط كويس بالجزمة المطاطية العريضة. بما إني المرة دي قدرت أفرد السجادة بشكل مستقيم، فببدأ أفرد القماشة اللي بعدها، وأنا بعتمد على العلامات اللي عملتها على القماشة اللي قبلها. موجة مسامير تاني. التعليمات بتاعة تخنونكول بتطلب مننا نعمل حركات معقدة زي دي مع السجاد. طريقتنا الكسولة بتخليها أعقد كمان. لو اتبعنا التعليمات، الضمان على القرميد اللي اخترناه هيبقى 50 سنة، وده مش هزار. درست على الإنترنت طرق توصيل الحواف والشرائح الجانبية،
وطلعت معايا تقريبا صح. دلوقتي جيت لمرحلة تدعيم الحواف الجانبية، بستخدم شرائح جانبية معدنية من تخنون كول بلون بني. يوم جديد، وأخيرا هيبدأ اللي عشانه بدأنا كل ده، تركيب القرميد. أنا مش بسيط كده، المحاولة اللي فاتت ما كسلتش وحطيت تاني قطع الأندولين علشان المطر ما يلاقيش فرصة يبلل خشب OSB اللي مش متغطي تحت السجادة ويسرب تحتها، يمكن علشان كده المطر منزلش. شدينا الخيط وبدأنا نركب أول صف من القرميد، وده أهم صف فيهم. كنت بركز عليه كويس سواء على الخيط أو على الكورنيش. بدهنا كل قرميدة بطبقة رفيعة معجون تيخونون كول في يكسر، بسيب 2 سنتيمتر من الكورنيش وبثبتها ب5 مسامير. بعد تركيب الصف الثاني بدون معجون بنركب أول صف حواجز التلج. كنت فاكر إن الأسطح اللي ميلها بسيط زي بتاعتنا مش محتاجة حواجز تلج، لكن لما دورت أكتر اكتشفت إن حتى الأسطح دي ممكن ظروف تخلي كتلة التلج تتحرك وتقطع القرميد، عشان كده الزيادة في الخير مش بتضر. بنقص أطراف شرائح القرميد اللي جنب الحواف الجانبية. ندهن الأطراف بمعجون بعرض 10 سنتيمتر، ونخلي طبقة المعجون رفيعة قدر الإمكان. في الصف الرابع من القرميد بنركب الصف الثاني من حواجز التلج، وفي الصف السادس بنركب الصف الثالث. جيليزياك حدد المسافة حسب ميل السطح ب66 سم أو 2 قدم، وبنسبتهم متداخلين زي الشطرنج. مش شايف الجمال؟ كفاية كده تاني. عشان ما أتعبش جسمي جامد اخترت طريقة كسولة لرفع مواد التسقيف الثقيلة على السطح. كل مرة برفع 3 الكمية من العبوة. ابني الصغير بيساعدني جامد جدا، بس علشان سنه مش سهل المساعد غالبا بيفضل ورا الكاميرا. اسم القرميد بتاعنا شينجلاس كانتري بني تخنون كول، هو طبقتين ومقطوعة على شكل أسنان التنين. ينصح بتركيبها وانت بتبدل بين 3 رزم مختلفة. وصلنا للصف الثاني من السجادة التحتية، وقدرنا نفردها بشكل موازي تماما للكورنيش. بعد كده هتعتمد بسهولة على الخطوط الأفقية والعلامات على السجادة وتثبتها ببساطة. زي ما احنا شايفين القرميد بيطلع متساوي جدا، وطول السطح تقريبا 12 متر مش قليل. يلا بينا، تقريبا 40 قدم. كمان في أول يوم اللي كان كله تجهيزات أنا قست عرض السطح في أماكن مختلفة. السطح العلوي موازي للحافة بدقة كام ملي؟ ده كويس جدا، عشان مش هحتاج أعدل الزاوية وأحرك الصفوف واحدة واحدة على جنب. الخط لسه مثالي. قبل المطر اللي كان باين إنه جاي أنا يمكن تصرفت من دماغي شوية، ومش بس ثبت، كمان لصقت الفيكسر على السجادة بالماستيك في الصف اللي خلصنا فيه الشغل في نهاية الوردية. ممكن يكون ده احتياط زيادة عن اللزوم. فكرت إنه لو المية ما دخلتش بين القرميد والسجادة ده أحسن. استخدمنا السلم الخشبي القديم، ركبته في السقف، ودلوقتي ممكن أتحرك عليه بسرعة أكتر. دي ميزة كبيرة في السلالم الخشب القديمة، ممكن تثبتها بسرعة. بس في عيب كمان، أنا اتعورت شوية. الدرجة اللي فوق اتكسرت وخبطت رجلي جامد في حافة اللوح الجانبي. الحمد لله لحقت أمسك في حاجة وما وقعتش. أبويا قال لي على فكرة كويسة لتقوية السلالم الخشب، وقررت أجربها. رجلي كانت بتوجعني، فعشان كده زودت تعديل من عندي. أنا ممكن أتحمل، بس صحة ابني ما ينفعش أخاطر بيها. طول الوقت ده كنت مش بس بحط قطع الأندولين، لكن كمان كنت بثبتها مؤقتا بمسامير من فوق الصف العلوي. عندنا كمان الرياح، يوم جديد وإحنا بنبدأ دفعة جديدة. مهاراتي في فك السقف القديم كانت بتتحسن قدامي. وأنا بتحضر للشغل ده اتكلمت مع ناس محترفين جامدين في مجال الأسقف. هم نصحوني في الأول أفك السقف القديم كله، علشان قبل ما أركب ألواح OSB أقدر أقيم إذا كان السقف كله مستوي ولا لأ. مع مرور السنين ممكن حاجة تتعوج أو السقف يبقى مش مستوي ولازم يتظبط.
ولو حصل مطر لازم أجهز مشمع كبير. بالكلام الموضوع سهل، بس المشمع مقاسه 12 في 12 متر، وخايف أنا وصاحبي ما نلحقش نفرده لوحدنا، خصوصا لو جت عاصفة أو ريح جامدة. في المباني الأقدم فعلا ده هيكون مهم ومش زيادة. أنا شايف إن 18 سنة ده سن صغير بالنسبة للعقارات. أنا فاكر كويس إزاي كل حاجة اتبنت، عشان كده المفروض ما يظهرش مشاكل كبيرة. وثانيا حتى لو ظهر أي حاجة فهي مجرد مخزن صغير في آخر الحوش، مش أثر على مدخل روبليوفكا. الجيران الأغنياء مش هيضحكوا عليك، حتى لو في ميل بسيط ده ممكن يدي المكان طابع ريفي أصيل. ده كان تفكيري قبل ما آخد القرار. وأنا بدور عليك لقيتك. تغيير السقف القديم بجديد غالبا نصب. بيجيبوا فرقة محترفة للشغل، وغالبا هتلاقي نفسك بتدقق عليهم وبتتضايق، يا إما بتجمع العيلة والصحاب وساعتها بتدين للكل. وأنا كنت عايز أشتغل من غير توتر، من غير ديون، وأقدر في أي وقت أوقف وأخد بريك، ومن غير ما أخاطر وأبوظ حاجتي. وكنا فعلا بناخد البريك ده، زي مثلا وقت المطر. حتى الواجب العائلي خلانا نروح عند أهلي أسبوع، وهناك عملنا تحديث كبير للمطبخ القديم، وضفنا له حاجات حديثة كتير، وسهلنا الحياة على الكبار في السن. بنلزق تفاصيل السجادة على أطراف السقف من فوق أكتر. لما نكون 2 فرد السجادة وتثبيتها ميكانيكيا سهل جدا. المهم ما تنساش تطلع المسامير اللي ممكن تكون وقعت تحت الشريط اللي فات. بصراحة الشبشب المطاطي في الشغل ده أداة ممتازة. وصلنا للجزء العلوي اللي هنفكه، وبعد ما نفك جزء جديد من السجادة في آخر اليوم بنرجعه مكانه تاني، في المكان اللي تحته علية الحمام. تحت باقي الجزء العلوي فيه سقيفة، ولو اتبل مش مشكلة، بالليل المطر ما كانش ليه فرصة تاني. فوق علية الحمام بيكبروا الفتحات بمنشار كهربائي علشان يخلوا الهوايات اللي هيركبوها فوق تشتغل بكفاءة. علشان نقفل السقف نهائي بنضيف شرائح Oriented Strand Board، والمنشار الكهربائي بيقطع اللوح بسهولة. مفيش أجمل من إنك تمشي فوق السقف اللي عملته بإيدك. السجادة اللاصقة طلعت فيها زيادة بسيطة، علشان كده قررت أضيفها فوق السقف. على فكرة إحنا حبينا نمشي على السجادة اللاصقة أكتر، معاها السطح بيبقى زي أرضية صالة رياضية كويسة. الاتنين فيهم خاصية مانعة للانزلاق. لو كان شريكي واحد عنده خبرة في الحياة أكتر شوية من ابني الصغير كان ممكن حتى ما نعملش الصور ده، لأن فرصة إنك تزحلق من على ميل بسيط زي ده وكمان مع السجاد ده مش كبيرة قوي. بس أنا شايف إن الاحتياط واجب أحسن من الإهمال. وكمان لقيت إن استخدام الشريط اللاصق الذاتي مريح جدا في عمل عزل مائي مؤقت في الأماكن اللي السقف بيلتحم فيها مع المواسير. كل حاجة جاهزة للخطوة الجاية، وفي حماس الشغل الجديد بنفتح كيس ال5 كيلو التاني من مسامير السقف. شينجلس كانتري قرميد مرن، بفضل تقطيع سن التنين. مش محتاجين نضبط الرسمة، ممكن نحرك صف الشرايح اللي بعده بالنسبة للصف اللي قبله من 15 ل 85 سنتي. مش لازم يكون في قاعدة معينة لاختيار الرسمة، وده اللي كنت بحاول أركز عليه كويس. العشوائية للناس اللي بتشوف النماذج بتعتبر نوع اختيار حتى لو بسيط. احنا لسه قادرين نحافظ على الخط بوضوح. داجديو كان متحمس يختبر قوة السقف الجديد وفعلا بدأ. أنا قلت قبل كده إني شوكوتيات ومش بسيط زي ما ممكن يبان. كنت مستني ده وما بخلتش بحاجة من الفيكسر اللي حطيته قبل المطر في الصف. يمكن يكون ده تاني تصرف مش مطلوب مني، بس أنا كنت عايز كده عشان تعمل وصلة قوية ومحكمة بين السقف الطري والأنابيب أو الحيطان. التعليمات بتوصي باستخدام قطعة خشب مثلثة، واللي ممكن تكون عبارة عن عود خشب
مقاسه 50 في 50 ملم ومقطوع بالطول بشكل مائل. ده سهل على البلوجرز، ومعظمهم عندهم هوس إنهم يجمعوا أكبر عدد ممكن من الماكينات والأدوات في الورش العملاقة بتاعتهم. إحنا الناس العاديين الموضوع مش سهل علينا كده خالص. طيب جرب كده للضحك، تمسك خشبة طولها مترين مقاسها 50 في 50 وتقطعها بالطول على القطر بمنشار يدوي. ممكن كمان تستخدم وزرة خشب، بس لو سافرت أجيبه من المدينة هضيع نص اليوم. انت عارف ازاي الموضوع بيبقى لازم تروح هنا وتعدي على هناك. عشان كده قررت استخدم المادة المفضلة عندي اللي هي الفوم البوليسترين المضغوط. ألزق وأقطع منه شرائح مثلثة، وده سهل جدا. وبعدين شوية سجاد لاصق تاني، ويبان إن عندي عزل مائي مزدوج كمان قبل ما أبدأ. وكمان ممتازين في تصليح العيوب. الستانلس ستيل المبطن وأنبوبة الطوب بتاعة الحمام الساونا في المكان ده عمرها ما بتسخن. الساونا بتتسخن لفترة قصيرة، والأنبوبة مش بتلحق تسخن جامد. الأنبوبة بتاعة الشواية اللي تحت السقف أصلا مش بتسخن خالص، عشان كده أظن كده برضو تمام. كمان حطيت فوم في الفواصل. القطع المعدنية القديمة ما بقتش تنفع عشان الارتفاع مش مناسب. قررت أعمل قطعة جديدة من قماش يندوف بدل المعدن. كده مش هضطر أتعامل مع الصنايعية اللي بيحبوا يغلوا الأسعار ودايما بيغلطوا في الشغل. عشان كده بعمل باترونات مخصوصة. طلع إنه سهل إني أقطع حتة من السجادة وأعلم على ظهرها النقط، وبعدين أوصلهم بخطوط وأقص الزيادة. في المكان ده كنا بنشتغل أنا والمطر بالدور. بعد كل مرحلة أعملها المطر كان بيجي على طول يختبر العزل. لما في الأول وصلت مواد التسقيف الجديدة استعنت بابني وابن عمه علشان يفرغوها وينقلوها للطرف التاني من الحوش. الولاد تعبوا جامد فعلا، ولما قلت إن كل اللي فاضل إننا نركب الحاجات دي على السطح ردوا عليا وقالوا إن الموضوع ده محتاج ناس محترفة فعلا. عدى كام أسبوع بس ودلوقتي الصغير شايف إن أصعب حاجة كانت الشغل بتاع العتلة ده. عشان كده لازم نتعلم زي ما الجد لينين قال: مرتب عامل السقف حتى لو من الدرجة الثالثة أعلى من عتال شاطر. وكمان الشغل أكتر ذكاء بكتير. لقيت المعلومات الأساسية عن تركيب المواسير في تعليمات تيخنو نيكول بكل المقاسات، وعدلت حاجات بسيطة. مكتوب في التعليمات: لو المواسير طوب لازم تتليس ويتحط برايمر، وبعدها تلزق القطع بالفكسر على السطح اللي عليه برايمر. الموضوع بالكلام سهل و5 دقايق، بس البرايمر مش هيمسك على الياسة اللي مش ناشفة. عشان المواسير بس ممكن نضيع أيام من وقتنا ومش هنقدر نسمح بكده. رفاهية غريبة فعلا. الأسطح الميلة لحد 45 درجة. كل قطعة تحتاج 5 مسامير. المسامير بتدق على بعد 25 من الحافة، وفي شريط مخصوص بيوضح مكان الدق. علشان أسرع الشغل أنا بستخدم طريقة ياشا كوسياك. على السقف بلزق القالب بالفكسر، وعلى المدخنة بلزقه بغراء البولي يوريثان الرغوي للبناء.
بحط رغوة كتير وبقربها للمدخنة وببعدها عن المدخنة وبستنى شوية دقايق وبعدين بلزقها نهائي. الغراء الرغوي بيلزق سجادة الوادي على الطوب بقوة من غير محارة أو برايمر. أحب أحذركم إن الطريقة دي مش مجربة والقرار مسؤوليتنا الشخصية. إحساسي إن كل حاجة هتبقى تمام. في المناطق المعتدلة بينصحوا تغليف المواسير بارتفاع 30 سنتيمتر على الأقل. عندي أقل لأني مش عايز أضعف الطوب بفتحات جديدة، وكمان اتجاه الرياح هنا ما بيخليش فيه تلج كتير على السطح. التوصيلات القديمة والمنخفضة عمرها ما سربت مية. مش لازم تشيل الغلاف من البلاط ده قبل التركيب. بنقص البلاط بسكينة عادية، حتى مش لازم تكون قوية، من الناحية الخلفية. الجمال ده اسمه شريط التوصيل تيخانون كول. لما ركبتها وشفت الفيديو ده تاني فهمت اللي ما عندهمش خبرة في الشغل ده ممكن يتهيأ لهم إن كل حاجة اتعملت في لحظة. الحكاية بتتحكي بسرعة، لكن الشغل الحقيقي مش بيخلص كده بسرعة. احنا خدنا 3 أسابيع نخلص شغل جنب واحد من السقف. لو سيبنا شوية المبالغة اللي عندنا احنا المدونين، بصراحة الأسابيع دي ما كانتش كسولة زي ما الناس ممكن تفتكر. أول 5 أيام تقريبا وجسمي لسه بيتعود على الطلوع والنزول على السلم. كنت بالليل بحس إني مش قادر أكمل. كوندراتي، الشغل في المجمل مش صعب، بس في حاجات كتير قوي لازم تتعمل. فعلا في تصرفات كتير جدا. كان ممكن الشغل ده يتعمل أسرع؟ لو كان عندنا 25 أو 30 سنة ممكن كنا عملناه أسرع، لكن إحنا ما قدرناش نشتغل أسرع من كده. أنا دايما أبتكر وأطبق طرق بناء بسيطة وسهلة، عشان كده الشغل كان ماشي معايا كده. في الأساس أنا كسول وزمايلي كمان كسالة. بنصحكم توازنوا بين قدراتكم وإمكانياتكم، بس جربوا تكتبوا لي تاني إن الجدران المصنوعة من الEPPs شغل تقيل. بفضل الأسرة العالية والدافية من الEPPs بدأ موسم البطيخ. قررت أركب نظام تصريف المياه فورا. ده طاقم تكنونيكول أوبتيما، في العلبة كل حاجة جاهزة، المجاري، الوصلات، الحوامل، المواسير، وحتى المسامير. بصراحة الموضوع مريح جدا. علشان أسهل التركيب قررت أضيف ألواح على الكورنيش. لو من غيرهم كان لازم أركب الحوامل المعدنية من الأول أثناء التركيب أو SB. بدأ بالقمع وبثبت الحامل على الطرف، وبعمل ميل 3 ل 5 ميلي لكل متر. المجموعة دي مناسبة لأسطح طولها لحد 6 متر وارتفاعها لحد 3 متر من الأرض للكورنيش. الموضوع عملي جدا. السطح حوالي 12 متر، فهنحتاج مجموعتين زي دول لكل ناحية. التركيب سهل وليه متعة خاصة. ما ندمتش خالص إننا ما فتحناش السقف كله من الأول. بعد تغطية الجهة التانية عند الحافة هنركب فتحات تهاوية فوق علية الحمام الروسي. هنركب بلاط الحافة للسقف والحواف. الجهة التانية هتخلص أسرع لأننا عرفنا كل التفاصيل. في الجهة التانية هنركب جزء شفاف جديد بدل الجزء القديم اللي اتخبط من البرد. إن شاء الله هنستخدم بوليكربونات صلب، ولو كله تمام هيبقى الموضوع جامد. هنتكلم عن الموضوع ده في فيديو من الفيديوهات الجاية. بخطوات بسيطة، كله جاهز فجأة. وكمان بالليل حاجة جت لنا من أعماق الفضاء ونورت المنطقة كلها بشكل قوي. تقدروا تخمنوا كانت إيه؟ يلا دوسوا لايك كبير. اشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك وجروب فكونتاكتي وديزين وروابطهم تحت الفيديو، واضغطوا الجرس. هبلغكم بالجديد. يا رب يعم السلام في العالم. شكراً.